سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم حبيباتي جيت نطلع عليكم بوصفه الكرانشي كيما راكم تشوفوا تحليه الشوكولا بذوق القهوه. واش نقول لكم، هاد الذوقين اللي حيتماشاو مع بعضهم حيعطونا قنبله في البنه كيما يمضحها معكم مع هذيك التقرميشه اللي تكون من الفوق. يا سلام، واش نقول لكم، تحليه رمضان 2026 الله دايره حالة على مواقع التواصل، جبتها لكم بطريقه جد بسيطه وسهله. ما نطولش عليكم حبيباتي، نروحوا مباشره للوصفه وطريقه التحضير. هنا واش عندي 100 غرام تاع شوكولا. هنا استعملت شوكولا اولي، استعملي اي شوكولاته حبيتيها، اللي كنت قطعتها هكا مرسوات صغار، وزدت طلعت براس تاع قهوه سخونه كيما راكم تشوفوا فيها، اللي رحت فرغت على هذيك الشوكولا وراني ندوب بها الشوكولا تاعي. هنا البراس تاع القهوه البنات حيعاد لنا كاس تاع 220 مليلتر. ندوب هذيك الخليط تاعي ونغطيه في الاليمونتير وندخلو للكونجيلاتور باش يبرد لي مليح. هذا الخليط البنات نسحقو بارد تري بيان، رايح كيما نقولوا يتكونجلا فوالا باش تنجح لنا الوصفه. هنا بعد ما بردت لي هذا الخليط نروح نوجد طبقه. هنا درت كاس تاع بودره الشونتيي اللي رحت زدت عليها هذاك الخليط اللي كنا خدمناه كيف وراهو برد معانا. شوفوا البنات كيفاش يولي تشكلنا هذاك الجليد اللي راكم تشوفوا فيه باش الوصفه تاعنا تجينا ناجحه. هنا نجيب الباتور ونبدا نطلع في الكريمه تاعي، نبداو هكا بسرعه قليله ونبداو نطلعوا في لا فيتاس حتى نتحصلوا على كريمه ذات قوام ذات لون بزاف شابين. هاملك البنات نبداو نخلطوا هكايا حتى نشوفوا الكريمه تاعنا بدات تعقد وبدات تتقال معنا، يعني ما تجيناش خفيفه، مام اللون تاعها حيجينا فاتح على هذا اللون. فوالا حبيباتي، هاي لك الكريمه اللي تحصلنا عليها. شوفوا البنات القوام تاعها كيفاش يجي قوام ثقيل. دوك نقربها لكم البنات باش تشوفوا مليح القوام تاعنا كيفاش يجي. هاي لك حبيباتي، والكميه راح تتضاعف معنا، يعني تجي كميه زاكيه. شوفوا البنات الكريمه كيفاش تجي اون ديغي اون موس تاع قهوه، ما تجيش اون ديغي اون كريم، تجي شغل موس خفيفه بالبزاف، وريحه القهوه والشوكولا واش نقول لكم. هنا البنات في المرحله الثانيه راني حكمت نص علبه تاع كاطو. هنا استعملت ماكاو اللي كنت كسرته غير بالكاس، يعني هكا هرسته برك شويه بالكاس ما رحيتوش باش ما نتحصلش على اون بودغ، يعني نتحصل عليها هكا حبيبات تاع الكاطو اللي كنت ضفت عليهم مغرف كبيره تاع الزبده اللي دوبتها، وراني نضيف غير بشويه باش ما تغلبنيش البنات. مانيش حباتو يترمل بالبزاف، مانيش حباتو حتى يتشمخ بزاف، راني حباتو شغل نحسولو كي نكونوا ناكلو فيه. هاي ليك نبدا نضيف غير بشويه ونخلط. هنا حبيباتي رحت جبت لي فيغين اللي راني حنخدم بهم. انا حنخدم في هذا الكؤوس، خدموا باش حبيتوا البنات، ما ملا حبيتوا ديروها كقطعه واحده يعني مول واحد. هنا نجي نفرغ هذاك البسكوي كطبقه اولى، ما نديروش بزاف البنات، يعني نديرو غير شويه هكا وما نسحقوش نبلاطيوه ولا نضغطوا عليه، غير نخليوه هكاك باش كي نكونوا ناكلوا في التحليه تاعنا نحسوا بهذاك البسكوي ولا لي مورسو تاع البسكوي في فمنا. فوالا هنا بدات تقدروا تبدلوا البسكويت تاعكم وديروه بلي مادلان، يعني تحكموا المادلان وتفتتوهم كطبقه اولى كيما حبيتوا، باسكو كاين بزاف اللي ما يحبش ذوق البسكوي، يحب حاجه اللي تكون طريه كيما نقولوا حنايا موسكوتشو تكون طريه، الوغ نقدروا نعوضوها بالمادلان. هنا حبيباتي كانت عندي حبيبه تاع البنان اللي كنت قطعتها هكايا دي غوندال وعصرت عليها حبيبه تاع القارص ولا نص حبه قارص باش ما تاكسدش برك معانا. كيما تقدروا تستغناو على هذه المرحله لما كانتش موجوده في الدار، تقدروا تستغناو عليها تماما، وإلا كانت ما نبخلوش العائله تاعنا. هاي لك حبيباتي، هنا راني ستف هذوك البنان. كيما نعرفوا البنان يتمشى مليح مع ذوق الشوكولا. الكريمه تاعي كنت سبقت وحطيتها في كيس حلواني اللي حيسهل عليا الخدمه. توجور البنات نقول لكم تحليات من الافضل انكم تستعملوهم في كيس حلواني، حتسهل لكم بزاف الخدمه والخدمه تاعكم تجيكم نقيه وما تتعبكمش، ماشي كيما تخدموهم بالمغرف تقعدوا تعمروا والدنيا تتحرحر ولي فيغيني توسخوا. كيس حلواني يسهل لكم الخدمه فيت في وانتم كملتوها. هكا حبيباتي انا نكمل كامل هاد لي فيغين تاعي، نعمرهم نسيو ما نعمرهمش حتى الفوق البنات، نخليو طبقه ولا نخليو مساحه للطبقه الثالثه. كيما سبقت قلت لكم هاد التحليه البنات راهي دايره حاله على مواقع التواصل، يعني تحليه تاع رمضان 2026 كيما نقولوا. هيا البنات نروحوا نوجدوا الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه واش نسحقوا فيها؟ الطبقه ديك المقرمشه نسحقوا فيها كميه تاع الفايتين اللي راني حنزيد عليها شويه شوكولاته الطلاء. هنا البنات شوكولاته الطلاء من الافضل انكم تسخنوها شويه، غير شويه البنات لي طون اللي تجرى معاكم باش ما ترفتلكمش كميه بزاف. نجيو نفرغوها هكا فوق الفايتين، نقعدوا نخلطوا فيها، نسيو ما نديروهاش يابسه، يعني الفايتين تاعنا ما
نقصحوهاش، نديروها شويه هكا جاريه باش تجينا بنينه. كي نشوفوا بلي الفيتين تاعنا تغطات لنا ولا تغلفت لنا كامل بالشوكولا سي بون، هنا راهي واجده معانا. نعاود نجيب لي فيغين تاعي اللي كانوا في الفريجيدير، يعني بردت هذيك الكريمه تاعنا، نروح نجيب كميه تاع الفيتين وهكا بالمغرف نقعد نمشي فيها حتى نغلفوا كامل الطبقه تاعنا الاخيره ولا نغلفوا الكريمه تاعنا. هاد الطبقه البنات بزاف بنينه وحتقعد محافظه على القرمشه تاعها، يعني كي تاكلوها حتى يجيكم هذاك الكروستيون اللي كاين في الفايتين. هاي لك حبيباتي، كيما تقدروا تعوضوا شوكولاته الطلاء بالكريمه البوينو ولا المرجان، كيما حبيتوا تلعبوا بالاذواق، يعني ماشي شرط شوكولاته الطلاء، تقدروا ديروها بكريمه المرجان ولا البوينو كيما حبيتوا. هاي لك حبيباتي، هنا نغلف كامل هكاك الطبقات تاعي، نسقمهم هكا خفيف ظريف ونعاود ندخلهم للفريجيدير. هاد التحليه تنتكل بارده البنات، على الاقل تقعد 2 سوايع في الفريجيدير ونجو نشوفوها في صحن التقديم. فوالا حبيباتي، التحليه تاعنا هنا راهي بارده وواجده معنا. شوفوا البنات كيفاش تجي بزاف شابه بزاف هايله. هادوك الطبقات تاع البسكوي مع طبقه الموز وطبقه الكريمه والكرانشي اللي من الفوق، واش نقول لكم، ذوق مذاقا قواما شكلا بزاف شابه. ما عليكم غير تجربوها البنات، حتعجب العائله تاعكم ان شاء الله. هاي ليك هنا راني نقرب لكم في الصوره باش تشوفوها. وهنا البنات كيما قلت لكم لي فيغين تاعي انا كبار، يعني رفدت لي كميه كبيره من الكريمه، وإلا درتوا لي فيغين صغار حتخرج لكم كميه اكبر على حساب لي فيغين تاعكم. كيما سبقت وقلت لكم تقدروا ديروها يعني في مول واحد، يعني ديروها ديريكتومون وحده. هنا حبيباتي هاي ليك نجي نوريكم القوام تاعها كيفاش يجي من الداخل ونقرب لكم الشكل تاعها. ننصحكم البنات تجربوها، تحليه بزاف بنينه. هنا حبيباتي هاي ليك نقربها لكم مليح باش تشوفوها تري بيان، ونوريكم القوام تاعها البنات. القوام تاعها يجي اون ديغي راكو تاكلو في موس تاع القهوه، تجي بزاف خفيفه. هاي ليك اون ديغي اون موس تاع قهوه مع هذاك المزيج تاع ذوق الشوكولا وذوق القهوه، يجيو بزاف هايلين. وانا حبيباتي نكون وصلت لافين تاع لا فيديو، ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واللي دخلوا معايا اول مره للقناه نقول لكم ما تنساوش اختكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وهنا ما عليا غير نقول خياتي وحبيبات قلبي كالعاده، دمتم في امان الله، صحه فطوركم.